طبعا الفوليوم احنا عارفين الفوليوم هو اكتر مؤشر مهم مع الاسعار. فهنبتدي نحط النهارده مؤشرات فنيه ممكن تديني دلالات مختفيه من احجام التداول، زي المؤشرات اللي خدناها كده ما كان بيبقى فيها ايه حاجات مختفيه في الاسعار. احنا هناخد المؤشرين النهارده، واحد اسمه اون بالانس فوليوم، واحد اسمه فوليوم برايس ترند. اون بالانس فوليوم يعني هو بيحسب البالانس بتاع الفوليوم بين البياع والمشتري. البرايس ترند فوليوم ده تاني واحد هناخده، وده واضح ان هو بيدخل حسبة السعر. اهلا يا استاذ اتش بي، سعيد مساك يا سيدي. بيدخل السعر مع الفوليوم، عشان كده اسمه برايس فوليوم ترند، هو اتجاه الفوليوم مع الاسعار، عشان المعادلة بتاعته داخله فيها الاثنين. نبتدي بالصغير الاول والاسهل، وهو الاون بالانس فوليوم. بالانس يعني توازن، فهو بيحسب توازن الفوليوم بين المشتري والبياع. طيب هو بيعمل ايه؟ بيشوف الفوليوم بتاع النهارده، لو الاسعار طلعت يجمعوا على الفوليوم اليوم اللي قبله. الاسعار نزلت يطرحوا من اليوم اللي قبله. يعني هو كانه بيجمع كل يوم على يوم، طول ما الاسعار بتطلع عمال يجمع الفوليوم. كوميوليتيف، متراكم، تراكمي. النهارده عملنا 10000 سهم مثلا، او 10000 عقد دولار، او 10000 اونصه ذهب، 10000 اصل، 10000 اي حاجه. الاسعار طلعت وعملت النهارده 8000، يبقى المؤشر بقى كام؟ 18000. طيب جت الاسعار طلعت عملت 8 كمان، يبقى كده كام؟ 26000. جت الاسعار نزلت وحجم التنفيذ 3، يطرح ده من ده يبقى 23000، وهكذا. هو معادلته سهله خالص. بيستعمل ازاي وهنستفيد بيه ايه والكلام ده كله هنشوف، بس نفهم المؤشر الاول. يعني هو لو الاسعار طالعه بيجمع الفوليوم، لو الاسعار نازله بيطرح الفوليوم. طيب التاني، الفوليوم التاني بس بيفرق بقى ايه؟ انه بيدخل معايا السعر، فدي حاجه حلوه. بياخد الفوليوم يضربه في نسبه تغير السعر قبل ما يجمعه او يطرحه. يعني هو نفس اللي فات بالظبط، بيجمع فوليوم الصعود ويطرح فوليوم الهبوط، بس بيضربه في التغير بتاع السعر. يعني انا لو طلعت في 2% هيضرب الفوليوم في 2%، طلعت 5% يضربه في 5%. يعني هو هنا ابتدى يشوف الفوليوم حركني كمان قد ايه. ميزتها في ايه بقى؟ ما انا كل ما اطلع مسافه كبيره ببقى عايز فوليوم كتير، فلو انا طالع كتير بفوليوم قليل هيفقسها. ولو بتحرك في نطاق صغير بفوليوم عالي هتبتدي تبان، لان السعر دخل معايا في المعادله. ما انا لو اتفقنا ان انا لو السعر واقف او بيتحرك في نطاق ضيق او عرض، انا مش عايز فوليوم كتير. ليه؟ لان لو السعر واقف في حته صغيره والفوليوم عالي قوي ومش عارف يطلع، معناها ان المشتري عمال يحرق في بنزين ومش عارف يطلع. يعني البياع قافل عليه السكه، يعني بياع شديد فمفرمله. يبقى انا الفوليوم الكتير عايز اشوف فيه حركه سعر كبيره. هنشوف الاثنين، ولكن عاده دايما هتلاقي اللي مدخل السعر مع الفوليوم اشاراته طبعا اقوى واكتر حساسيه للترند. نفتح الشارتات بقى ونبتدي نشوف الدنيا فيها ايه وبتروح وتيجي ازاي. نجيب دي هنا كده عشان تبقى قريبه من الشاشه برضو زي كده كل يوم. يا مسهل. انا عايز افتح حاجه كده ايه ملهاش علاقه بحد، عشان ما حدش ايه يقعد يقول لي مين ده. تعالى نفتح ده السهم بتاع انفيديا، يلا اي حاجه.
هنبتدي نبص الاول على الاون بالانس فوليوم اللي هو المؤشر ايه اللي بياخد احجام التداول من غير السعر. نزوم شويه برضه عشان شكل الصوره كده مش تبقى باينه عندكم حلو. كده الدنيا ابتدت تبان كويس. اللي تحت ده الفوليوم العادي. نجيب بقى ايه واحد واحد من المؤشرات بتاعتنا. طيب نبتدي بالاولاني. ادي ايه الاون بالانس فوليوم اهو. نتخن الخط شويه عشان يبين معاكم كويس في الشاشه. هو بيحصل ايه؟ الفوليوم هو بادي من الاول خالص بصفر طبعا. اول يوم مثلا افترض ان ده اول يوم تداول فالقيمه صفر، جت الاسعار طلعت. بص مع ان الطلعه مش حلو والشمعه صغيره خالص، يعني بص طالع عامل ازاي؟ الدنيا مش باينه عندكم حاجه خالص. نزوم شويه كمان. نزوم شويه كمان. وممكن تكون العدسه عايزه تتمسح. كده الدنيا بانت احسن شويه. انا والله مش عارف البتاع ده بيحط فلاتر ولا بيعمل ايه، حاسس الدنيا مشبره. واضحه؟ طب تمام. تعال نشغل قلم بقى. بص اللي حصل ايه؟ دي ما هياش طالعه قوي يعني. ودي برضو طالعه تعبان. بس بص هنا بقى الاون بالانس فوليوم جري ازاي؟ ليه؟ عيبه في ايه بقى؟ ان هو بياخد اضاءة الشاشة ديت. حاضر يا سلام سهل. بس كده احنا محتاجين نخرج ونكونكت تاني. مش عارف هتيجي هنا كده. كده احسن. كده الصورة احسن شوية. صباح الخير بالليل. ماشي تمام. هو ايه كله جاله الواتساب عايز يبعت؟ ماشي. طيب فبس هنا بيجري. هنا لحد هنا الاسعار طالعه. طيب هنا الاغلاق اقل من اغلاق اليوم اللي قبل، راح ايه طرح الفوليوم. الاغلاق هنا اعلى من اليوم اللي قبل، زود الفوليوم. الاغلاق لما هنا دي جت فين؟ هنا دي هنا اهي. احنا نجيب خط احسن من دول عشان انا ابتديت اتلخبط. اهو ده اغلاق هنا اقل نزل، الاغلاق ده اعلى طلع، الاغلاق ده تحت مع ان الشمعه خضراء بس هو بادي من تحت، لكن الاغلاق ده اقل من ده فالسعر نزل. فهو هتلاقيه ماشي كده. طب هو بستفيد منه ايه؟ بستفيد منه في الدايفرجن. هو ملوش اي افاده تانية واشاراته يعني بطيئه ومش حساسه. هو ده احنا بنبص عليه عشان حقيقي بقى اللي تاني اللي هنقوله دلوقتي هو ده الاهم. بس كان لازم اقول لك ده هو بيجمع الفوليوم لما يزيد ويطرح الفوليوم لما يقل. بص بقى اللي جاي بتاع البرايس فوليوم ترند. بي في تي برايس فوليوم ترند اهو. ده بقى نتقله برضو عشان تشوفوه. ده اللي له قيمه فعلا وكويس في الاسعار. نصغر ده عشان نعرف نشوف ده كويس. بص هنا هتلاقيه راسم لك رسمه الاسعار حلوه. بص هنا مع ان السعر نازل بس هو هنا طالع ليه؟ عشان الاغلاق اعلى، ولكن الطلعه الصغيره دي عشان فرق طلعه كبيره لان فرق الاغلاق كبير. لكن انا يفيدني في ايه بقى؟ عايز اوريك هنا كام اشاره فيه مهمين قوي. هو موضوع مؤشرات الفوليوم مش كبير، هو الموضوع صغير جدا بس في شويه اشارات بتحصل فيهم كويسه.
وللاسف الاشارات الحلوه كانت على اي جي اكس 30. طيب مضطرين نجيبه خلاص، امرنا لله. عايز احط لك هنا خط انتقلوا. فاكرين انا كنا بنتكلم على ار اس اي في كسر المقاومه وكسر الترند لاين والكلام ده. النقطه دي هي موازيه لاعلى سعر. هو النهارده كده كسرها لفوق، فطلعت النهارده دي بحجم تداول عالي وكسر المقاومه دي اي جي اكس 30. كده انا ارجع كلامي واقول ان هو كده اي جي اكس 30 مكمل صعود. طيب عشان كده قلنا التحليل الفني اساسا له ما هواش حاجه اكيده، وقلت اكيد ان مفيش اكيد. خلاص انا كنت شايف ان في دعم اتكسر، كان رؤيتي للسوق سلبيه. طيب ابتدى السوق يطلع، ابتدت الدنيا تطلع معايا. كاسر النهارده مقاومه، حجم تداول مش وحش خالص، عالي جدا. خلاص اغير كلامي، اعمل ايه؟ ابتدي ابص على الاسهم اللي عايز اشتريها واشتريها. لا مفيش هنا فجوه سعريه خالص، لا 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 مفيش حاجه هنا، مفيش فجوه سعريه. لا ده اي جي اكس 30 مش الذهب، ده مؤشر البورصه المصريه مش الذهب. يا جماعه انتوا بتقولوا ارقام ذهب، ده مش ذهب. في الغالب كده المؤشر خلص التصحيح وطالع. كده المؤشر بتاع السوق المصري خلص تصحيح وطالع. الكسره دي مع دي. طب انا عايز برضو اخد شويه اطمئنان. طيب من المؤشرات المحترمه قوي واللي خدناها الار اس اي. تعال نبص عليه. الاون بالانس فوليوم ده سيبك منه، احنا بتاع الفوليوم ده العادي اللي هو البرايس فوليوم ترند. هكتب لكم اسمه اهو. هنجيب لك اليو اس 30 حاضر، هنجيب ال 300 وال 30 وال 500 حاضر يا استاذ ايس. انا عايز اكتب لكم بس اسمه ايه؟ اسمه برايس فوليوم ترند. الاختصار بتاعه بي في تي. نحطها كده ونعمل لها بن. اجتماع الفيدرالي بعد 10 ايام مش بعد اسبوعين. نشتري صناديق استثمار اسهم بس ما نزودش قوي، لان اعتقد الطلعه دي هي كبيرها شهر وحاجه بسيطه. ايوه يا استاذ ال سي، انت كل شويه تغير اسم ال سي انجينير مش كان ايس. طيب قول لي عايز ايه بس يا استاذ ال سي. حاضر. انت مهندس برضو يا جماعه. الاسهم بعتوا لي على الخاص والله برد. النهارده اول يوم من يوم ما ابتدينا مع بعض ما ردش عشان كنت يوم مزنوق جدا في الشغل. بكره هرد على كله ان شاء الله بعون الله. طبعا اسهم النهارده ايجابيه واخترقت المقاومه. خش اكيد. مفيش. احنا كنا بنتكلم على مؤشرات الفوليوم. في مؤشر اولاني تعبان كنا ابتدينا بيه الشرح، ده المؤشر الثاني المهم اللي هو البرايس فوليوم ترند. البرايس فوليوم ترند بيعمل ايه؟ بياخد حجم التداول، لو الاغلاق اعلى من اغلاق اليوم اللي قبليه بيضربه في نسبه التغير ويجمعه. لو الاغلاق اقل بياخده بيضربه بيضرب برضو الفوليوم في نسبه التغير ويطرحه. لو انا نازل بيطرح، لو انا طالع بيجمع. فبيديني في الاخر حاجه عامله الترند، زي خط الترند كده تلاقيه ماشي مع السعر، ولكن بيبتدي يعمل لي دايفيرجن مش عارف ايه، فيقول لي الطلعه دي طلعه بجد ولا طلعه بمشتري ضعيف. هنبتدي نشوف الدايفيرجنز بتاعته والكلام ده. بس انا كنت عايز اتكلم على الحته بتاعت اي جي اكس 30 دي عشان انا كنت عندي رؤيه سلبيه للسوق. هذه الرؤيه تغيرت باللي حصل النهارده في البورصه.
فلازم اكلم الناس، مش هنقعد نتفرج على السوق، السوق يطلع ويجري مننا. هو الفكره ان هو الاسهم مش هتتحرك كلها مع بعضها يا استاذ يحيى. فانا رايي خش في اللي ابتدي يتحرك، واللي لسه راقد على الدعم خش الاول ما يبتدي يتحرك. لكن ان انت تخش دلوقتي ممكن يقعد بيك على الدعم شويه، ممكن يطلع بكره، بس ممكن يطلع كمان اسبوعين. فانت اخر ركنه الفلوس فيه مع بدايه حركته. اللي ابتدى يتحرك خلاص اكسب وقته وخد الموف بتاعته. صح؟ طيب ناخد، عايز ابص على ار اس اي بقى مع الفوليوم. ما هو انت برضو لازم تجمع حاجات مع بعضها. طيب ادي الريلاتيف سترينث اندكس اهو، ونبص عليه عمل ايه بقى. بص عمل ايه. تعال نحط ال 50 بتاعتنا. فمش عايز يحط الخط تاني، ناخده تاني. ما غيرش حاجه، ثواني نظبط بس السيتنج بتاعته عشان نعرف نبص عليه كويس. دي ال 50 ونتقل خطوطنا عشان يبان معانا في الشاشه. هنيجي نبص هنا لو كبرنا ده كده، بص لف منين؟ نزل عند ال 50 ولف. دي حاجة حلوة. يبقى أنا عندي النهاردة بغير رؤيتي ليه للمؤشر؟ عندي ار اس اي هو أصلا أنا زي ما اتفقنا بناخد الإشارة من السعر. الحاجات دي بتديني برضو إيه يعني؟ نور أصفر، حته حلوه كده معاه، فاكهه يعني. انا عندي اصلا السعر كسر مقاومه اهي اهي. كان في هنا 3 ايام تعريض اهو، السعر كسرها. فوليوم الكسر النهارده مش وحش خالص، كويس. طب ار اس اي لافف من عند ال 50 وطالع، حاجه حلوه. طيب مؤشر الفوليوم اللي خدناه جديد النهارده، نصغر الار اس اي ونكبر البرايس ترند، البرايس فوليوم ترند، لافف اهو، عامل دبل بوتوم. هي فيلير سوينج يعني، بس مش فارق معانا الاسامي، نقول عامل دبل بوتوم. المهم طلع كسر المقاومه المكافئه للهاي دي. انت خد بالك ده كده. القلم مش شغال، ثواني شغله هنا. ده كده لو جيت هنا كده بتاعت الهاي كسرها اهو. وقلنا ان المؤشرات الليدنج ده اي جي اكس 30 مؤشر البورصه المصريه. ده الار اس اي تحت اهو، وده البرايس فوليوم ترند. ده بيشتغل على حجم التداول زي ما قلنا، بياخد حجم التداول يضربه في نسبه التغير في السعر. لو الاغلاق اعلى يجمعه على اليوم اللي قبله، لو الاغلاق اقل بيطرحه من اليوم اللي قبله. طيب يعني انا الفوليوم مع نسب التغير في السعر عديت لي الهاي اللي فات. الار اس اي لافف من 50 اهو، وعدى العيب والله ما قصر، لافف من فوق ال 50 وطالع. طيب الاشارات دي مع كسر السعر فوق للمقاومه دي، يبقى الدنيا فيها ايه؟ يبقى الدنيا ايجابيه. يبقى انا النهارده ابتدي ادور على الحاجات اللي ممكن اخش فيها واشتريها. ماشي؟ ده كده بالنسبه لي المؤشر بتاع الاو في دي. وخدت بالك بقى ان انا بقى بصيت على حاجتين مع بعض. طب تيجي تبص على الاستوكاستيك معاهم.
ما احنا عايزين نطبق ونبقى حريفه في الحاجات اللي خدناها. ما تيجي نبص على الاستوكاستيك معاهم عامل ايه؟ تعال، ولا نحط البولينجر كمان. البولينجر ما فيش فيه اي اشاره، عادي خالص، فده هشيلك منه، مش بيديك اي حاجه، هو ده داخل بيلم بيضيق بس، ما فيهوش حاجه. طيب احنا قلنا ايه؟ بنشتغل 14 5 3. ده ما فيهوش اشاره ذات قيمه يعني. لا يعني ما فيهوش حاجه، هو كان نازل ولسه مكمل. هو انا اللي عندي اشارتين اهو شفتهم، انا بصيت ايه، لفيت لفه كده، هتلاقي ان انت عندك في مؤشرين مديك اشارات كويسه قوي، واحد منهم بالفوليوم وواحد الار اس اي بتاع الاسعار. على فكره الار اس اي من اكثر المؤشرات احتراما. وعندك السعر كسر فوليوم، وعندك اشاره فوليوم الكسر هنا كان كويس. تمام خلاص، اعمل ايه؟ مش عيب ابدا ان انا اقول خلاص انا كنت شايف السوق نازل، النازله خلصت، السوق ابتدى يلف ويطلع، نبتدي نشتغل معاه على هذا الاساس الجديد. خلاص خلص كوريكشن، ابتدى يلف، ناخد اتجاه جديد. ده اي جي اكس 30. طيب نبص على مؤشر السوق الامريكي اللي كان مجنني من يومين. ده بقى مش باين له ملامح فعلا، وعادي يا جماعه، عادي جدا انك ممكن تفتح تشارت ما تلاقيش فيها اشارات وتبقى مش عارف هي ايه، سيبها وشوف غيرها. ادي ده كده 50، ده نزل تحت ال 50 وطلع فوق تاني اللي هو سايد واي زي ما انا شايف في الاسعار فعلا، اتجاه عرض ما فيش حاجه فيه. هو ما عندوش فوليوم فمش عارف ابص على مؤشر فوليوم. هو ده اعتقد ده الفيوتشر. تعال نجيب المؤشر نفسه. ده كده المؤشر نفسه. هتلاقي ان الفوليوم مفيش اي حاجه برضه، حتى المؤشر ده في سايد واي بتاع الفوليوم، طالع بفوليوم قليل والفوليوم عمال ينزل مع الطلوع. طب مين ده؟ انا مش عارف اخد عليه قرار. الفوليوم بستعمله ان شاء الله في ال5 دقايق على اي فريم. فده كده بصراحه لما تيجي تبص على الداو جونز ما عندكش اي حاجه تقول اي حاجه، الطلعه دي لحد النهارده مش مفهوم. ده انا مش هعرف العب معاه اساسا الا لما يكسر لي الهاي ده فوليوم بجد، لان ده الداو. تعال بص على الناسداك هتلاقي نفس الكلام برضو مش باين له ملامح. برضو بص عمال يطلع والفوليوم يقل. طب هل قللان الفوليوم في اخر يوم ده عشان الجمعه وكانوا شغالين نص يوم؟ معرفش. على الاقل محتاجين نشوف ايه اللي هيحصل بكره. يعني فعلا السوق هناك محير، مش عارف اخد عليه قرار، محير جدا. ولا من مؤشرات مدياك انذارات لحاجه. يعني احنا اتفقنا المؤشرات ما بتقولكش ان في حاجه هتحصل، بتقولك ان في انذار لحاجه احتمال تحصل، لكن ما بتقولش انها هتحصل. هل مديني هنا اشاره؟
لا مش مديني حاجه تقول ان انا هطلع ولا هنزل، مش عامل اي حاجه، مش مديني اي حاجه، هو حته سايد واي اهي مش باين لها ملامح لسه. فوليوم بينزل مع الطلوع، مؤشرات فنيه مش قايله لي حاجه. طب اعمل ايه؟ استنى اتفرج. بالنسبه للسوق المصري ابتدى يقلب ايجابي. السوق اللي هناك ده في امريكا مش باين له، انا اللي انا شايفه قدامي 50-50، يعني فعلا مش قادر اكون عليه قوه قرار خالص. ما هو ده الكلام المنطقي. كلام حضرتك مظبوط جدا يا استاذ مؤمن، ان الاسعار بتطلع والفوليوم بيقل. بس انا دلوقتي بره السوق، كونه بيطلع مش هخش اكيد. وفعلا الطلوع غريب، يعني انا كنت متوقع ان هو اخره الشمعه دي، جه يوم الجمعه طلع تاني والفوليوم بيقل تاني. في مؤشرات متاخره وفي مؤشرات سابقه، وفي كل الاحوال انا ما باخدش اشاره لتنفيذ قرار من المؤشرات. المؤشرات هي علامات تحذيريه، لكن القرار يؤخذ من حركه السعر. فانا هنا الفوليوم ده سلبي جدا، بيقول لي المفروض الاسعار تنزل، او بلاش كلمه المفروض لان انا بعترض عليها، المنطقي والطبيعي ان الاسعار تنزل، بس هي بتطلع. فايه اللي بيحصل؟ مش عارف. نجرب البولينجر هنا. يا سلام، ولا اي حاجه، ماشي بالعرض وبرضه مش مدينا اشاره نقدر ناخد منها حاجه. فهو شكل السوق في امريكا غريب، غريب فعلا. الحاجه الوحيده اللي تخليني اقول انها احتمال تطلع ان مصر بتطلع، ما هو مش هنطلع لوحدنا. فهو غريب بصراحه فعلا. انا محتار معاه. نشوف لك السوق السعودي. عينيا يا سلام، تاسي يا لهوي، هو عامل كده ايه؟ ده عامل كده ليه؟ ده ربنا يكون في عونكم. ايه اللي بيحصل ده؟ ده بقاله كتير في الموال ده. ده بينزل من اول السنه، ده من اول السنه واخد في وشه ونازل. والار اس اي هنا ايه؟ ده بيلحس التراب، ده نزل تحت يعني نازله. لا ده كده في الغالب هيروح يقرب من ال 10 360 دي. ده هيروح المنطقه بتاعت 10 360 10 400. ده لسه قدامه شويه ده يا استاذي اللي سال على المؤشر السعودي. اتجاه هابط واضح جدا، وحش قوي. طب نحط وينجر عليه، هل حتى في رده قريبه؟ لا معاه براح ينزل لسه. ده الثلاث ايام التعريض دول ممكن يديله فرصه انه ينزل زياده. يا السوق السعودي وحش قوي قوي. لا صعب قوي. لا ده هينزل تاني. يعني احنا السيناريو المتفائل بتاعنا انه ينزل عند ال 10 400 10 360 ده، ويمشي اتجاه عرضي بقى شويه في الحته دي، مثلا بينها وبين ال 11 ونص، مثلا 11، مش دي 11 ونص كده، يعني 11 400. هو لو قعد بين ال 10 400 وال 11 400 ده السيناريو المتفائل في ظل الرؤيه
اللي موجوده حاليا، لان المنظر منظر صعب قوي. ده حتى هنا لما عمل فجوه اختراق، يعني لو فاكرين الفجوات السعريه كان ماشي معرض هنا، عمل فجوه اختراق ما قدرش يطلع بيها كتير، وراح نازل قافلها وعامل له جديد. الصوت ضعيف قوي قوي، انا اسف والله، بس يعني الصوت ضعيف قوي. لا مش انهيار، ما حدش بيقول انهيار يا عم، اصل الاقتصاد السعودي اقتصاد قوي جدا، هينهار ليه؟ بس يعني واضح ان لسه في قدامه تاني نزول. ده بينزل بقاله سنه، ده من اول السنه من يناير. يعني انت القمه بتاعتك كانت في 29 يناير ومن ساعتها بينزل. وللاسف مفيش اي حاجه فيه ايجابيه خالص، والله العظيم. يعني انا نفسي اقول لك حاجه حلوه بس مش عارف. طيب نبص على طلعت مصطفى كده. لا انا عايز ابص الاول على التجاري الدولي. ليه بقى؟ التجاري الدولي لما تبص عليه لازم يا استاذي، ما الذهب قلنا والله العظيم كل يوم بنقول شراء. طب اعمل ايه تاني؟ قلت لكم بعد شويه اللي هيسال هقول له ما اعرفش، لان ساعتها هقول له الشراء خطر. فكل ما الاسعار هتطلع حماسي لان اقول لك اشتري هيقل، بعد كده هقول لك ما اعرفش. والله التجاري الدولي شكله حلو. نحط هنا 50 كده. بص ده التجاري الدولي، ما التجاري الدولي ده نص المؤشر. الاوبشن لما بتبقى الاوبشن ده عنب العنب يا استاذ كينج مو. يعني التجاري هنا عمل نزل تحت ال 50 رجع طلع تاني شكله كويس. بص هنا بقى له 4 ايام معرض، الفوليوم بيقل جدا في التعريضه، دي حاجه كويسه. يعني يمكن مؤشر الفوليوم هنا مش عامل حاجه ولا ايجابيه ولا سلبيه، هو نازل مع الاسعار عادي. وكونه نازل مع الاسعار دي حاجه كويسه. فهو الار اس اي هنا مع الاسعار، شكل التجاري الدولي حلو بصراحه. يعني نزل عرض له 4 ايام، التعريض الفوليوم بيقل جدا. فاكرين قلنا لما الفوليوم يقل في التعريض او في الحركات السايد واي دي حاجه ايجابيه، لكن لما الفوليوم يزيد في السايد واي وخاصه لما يبقى الاسعار طالعه بقالها شويه دي حاجه وحشه قوي. طب هي الاسعار كانت طالعه نزلت شويه، الاسعار قلت اهي. الاسعار قصدي لما عرضت هنا الفوليوم قل جدا، دي حاجه كويسه. فلا التجاري الدولي شكله كويس. طلعت مصطفى مش من الاسهم اللي تحرك السوق، بس نبص عليه حاضر. لا طلعت النهارده دي بالفوليوم ده، هو الفوليوم مش عالي بس على الاقل ريلاتيفلي ابتدى يزيد عن اليومين اللي فاتوا. يعني خد بالك الفوليوم النهارده اعلى من اليومين اللي فاتوا. البرايس ترند فوليوم لسه ما ادانيش اشاره كويسه، يعني لسه ما كسرش القمه. هل عامل دايفرجن؟ لا مفيش دايفرجن، لان القاعده في السعر اعلى من القاعده، فمفيش انفراج. فهو الشكل العام بس شمعة النهارده دي حلوه. ليه بقى؟ دي حاجه اسمها 4 كاندل بريك اوت، دي معلومه جديده. حاضر معلومه جديده هناخدها. في حاجه اسمها 4 كاندل بريك اوت، يعني كسر 4 شموع لفوق.
4 اسابيع بقى، 4 ايام، 4 ساعات، المهم يبقى عندك 4 شمعات كده في الفريم اللي انت بتشتغل عليه وتكسر فوقهم. دي متحققه النهارده. ادي شمعه 2 3 4، ادي ال4 شمعات اهو. بص النهارده انت كاسرهم وقافل فوقهم مع الرده اللي فوق ال50 دي. لا طلعت مصطفى النهارده شكله حلو جدا. انفيديا كنت لسه فاتحها حالا، والله ما فيهاش حاجه كويسه يعني، ما فيها ولا وحشه الحقيقه. طب انا هستاذنكم يا جماعه والله العظيم، عشان انا بس عيان، انا مش هعرف اطلع كل الاسهم دي قوي، فابعتوا لي بس والله على الرسائل. انا النهارده اول يوم ما ردش عشان والله العظيم مع العيا، وكان عندي ضغط شغل رهيب جدا، بس بكره هرد على كله. فاللي ما نقولوش حاجته يبعت لي، والله هاجي الصبح ارد عليكم ان شاء الله. بس عايز ابص على الفضه لان فعلا ما فتحناهاش بقالنا كتير قوي، بس هي الفضه اصلها عامله صواريخ. لا ده العكس، XAG/USD. كنا قلنا قبل كده ان الفضه هتاوت بيرفورم الذهب، او هيبقى ادائها افضل من الذهب، وده اللي حصل، يعني نسب الصعود اعلى. طيب ما هي الفضه اصلا عامله نيو هيستوريكال هاي، بتعمل قمم تاريخيه جديده. الفضه راحت حتت ما راحتهاش قبل كده. الدهب هيعمل كده؟ هيعمل كده ان شاء الله اهي. بص الرده دي، ده كده قمه جديده ما رحنا لهاش قبل كده. ممكن سؤال يا استاذ ابراهيم؟ طبعا لو سمحت اتفضل. هتلاقي اصلا هنا الفضه ما نزلتش تحت ال50، بس هو الدهب ما عمل نفس الكلام يعني. على فكره الدهب ما نزلش تحت ال50 خالص، يعني عامله سبايك صغيره قوي تحت ال50 في حته يعني. اداء محترم جدا، قاعده في النص الفوقاني، كسرت القمه التاريخيه الجديده. يا جماعه البيتكوين هنبص فيه على ايه؟ والله العظيم قلنا فيه طلعه تصحيح ممكن تروح لل100 103، ودي اقصى احلامنا لو عرف يروح لها، لكن ما فيش اي حاجه جديده فيه. يا رب يروح لها بس. لا ما عنديش هنا مؤشرات قطاعات يا استاذ. دي لوحدها اشاره شراء. انت تكاسر القمه التاريخيه، مقاومه، راح جرب عندها مره، راح جرب عندها 2، كسر فوق، ودي لوحدها معناها ان الاب ترند بيكمل، ودي لوحدها اشاره شراء. ما الذهب هيعمل زيها، وحللنا الذهب امبارح. طب بصينا النهارده على الفضه، ما الذهب كسر المثلث وطالع. يوم الخميس قلنا الذهب يا هيطلع من هنا يا هيقعد كام يوم ويطلع. الراجل يوم الجمعه شمعه قويه جدا وكسر نيو هاي، اب ترند بيكمل اتجاهه. ده كده اب ترند بيكمل الاتجاه اهو. ده سعر عمره ما حصل قبل كده في الفضه. الدهب هيعمل كده؟ هيعمل كده. يا استاذ دي للاسف انا شايف ان صعب قوي العملات المشفره الكريبتو كارنسيز كلها الفتره الجايه مش تبقى حلوه. الحديد اللي هو ايه؟ الحديد والصلب يعني. حضرتك بتتكلم عليه؟ ما هو يفتح السوق، انه سوق فيهم يختبر او ما يختبرش الله اعلم. ما هو نرجع تاني للحته بتاعه التنجيم يا جماعه، مش موجود. هو كسر، دي اشاره شراء، هيرجع يختبر، هيكمل على طول، الله اعلم. ما هو والله العظيم انا لو اعرف الكلام ده كنت هبقى سعيد جدا. واي حد هيقول لك اصله هيرجع يختبر ويطلع، او حد يقول لك هيطلع على طول، هي هبده. والهبده 50% هتيجي صح و50% هتيجي غلط، فمره هتصيب ومره هتغيب. انا ما بعرفش اقول الكلام ده والله. انا مش ههبط، هو كسر ودي اشاره شراء، هيرجع يختبر، الله اعلم. انا لما الذهب كسر ال 4040 قلت ايه؟ دخلنا مرحله الامان. لما نزل عند ال 4000 قلنا فرص شراء.
ويوم الخميس كنا بنتكلم انه في مثلث، والمثلث فيه اشارات ايجابيه، فان شاء الله هيكسر فوق، كسر يوم الجمعه، هيرجع يختبر المثلث، الله اعلم. المحصله ايه؟ هيكمل. حاطط بيع على الفضه ازاي على 50؟ ما انت لو حاطط بيع على 50 يبقى انت بعت. هتبيع ازاي على 50 اذا كان هو ب 56؟ ولا قصدك عايز تفتح شورت على 50؟ معلش عشان دي تفرق هنا وممكن نتخانق مع بعض. ايه المحله دي؟ عايز تفتح يعني معلش ارجوك خش اتفرج على الحلقه اللي انا رفعتها النهارده على اليوتيوب. اكبر كارثه ان انا اشتغل عند عكس الاتجاه الرئيسي. حاجه في اتجاه رئيسي صاعد، اتجاه رئيسي طويل الاجل صاعد، افتح فيها شورت، انا داخل ادور على الخساره. يا جدعان الدهب طالع والله. تسلم يا استاذ سي ار 7. المحصله صعود. انا قلت المحله، قلت غزل المحله بيلعب مع الاهلي. المحصله صعود. هينزل بقى يختبر يوم ولا اتنين ما تفرقش، المهم ان انا في الاخر اما اشتري ان شاء الله هكسب بس خلاص. اصحاب الذهب والفضه يتفرجون طبعا. اشتري. هرجع اقول هذه الجمله تاني، وهو في 250 نفر شاهدين عليا دلوقتي بقول لكم اشتري، وبقى لي اسبوعين او 3 بقول اشتروا من ساعه ما كسر وطلع فوق ال 4040، ولما نزل تحتها تاني قلت اشتروا. هوصل عند مرحله هقول اللي عايز يشتري ماليش دعوه، هو هيكمل طلوع، تشتري او ما تشتريش ماليش دعوه، وما اعرفش لان المخاطر بقت عاليه. متفقين يا جماعه؟ تاثير الاخبار على الاتجاه بيكون تأثير لحظي لا يتعدى بضعة ساعات أو يوم يومين بالكتير قوي، وده أقصى حاجة. بصي الطبيعي مش على الذهب، على البورصات، أن في حاجة اسمها الكريسماس رالي أو سانتا كلوز رالي. سانتا كلوز بتاع البورصات بيبقى في ديسمبر. هل لازم يحصل كل سنة؟ لا. سنة 2008 لما حصلت الأزمة المالية كانت البورصات بتتمرمط، فهو دي بيحصل في معظم السنين وفي البورصات، ملوش علاقه بالسلع. بص هيك، لو عندك استراتيجيه ثابته وشغاله معاك كويس قوي، نصيحه ما تغيرهاش وما تحاولش تحسنها ولا تلعب فيها ولا بتاع. متظبطه سيبها متظبطه. هتجيبها كده تجيبها كده ممكن تروح منك، ما دام متظبطه كمل عليها. ليه بقى؟ انت اول ما هتبتدي عشان تلعب فيها وتظبطها هتبقى دي مرحله الطمع، اللي انا عايز ايه؟ طب ما اجيبها تكه كده تكه كده تشتغل معايا كويس وتشتغل احسن. اذا دخل الطمع بدات الخساره. الاستراتيجيه علشان تقول ان انا هغيرها لازم تجربها اوف لاين الاول. اوف لاين يعني ايه؟ يعني ارجع على بيانات تاريخيه كده واشوف لو نفذتها هكسب ولا هخسر، لكن ما ينفعش اجربها بفلوس. بكره الصبح هكلمهم في التليفون واسالهم لحضرتك هيخفضوا ولا هيثبتوا. يا عم انا مش هعرف منين انا هيخفضوا؟ على مالي هيخفضوا ولا يثبتوا؟ انا المهم عندي الاسعار. لا دلوقتي لسه الريسك مش عالي. اللي عايز يشتري ذهب وفضه حاليا المخاطر ليست عاليه. الشراء دلوقتي كويس في الذهب والفضه، بس لما الاسعار تطلع شويه هتبقى المخاطر عاليه. تمام؟ ايوه ده قاعد على الترابيزه اللي وراها في القهوه هنا. لا طلعت مصطفى ليه الريسك عالي؟ ما احنا كنا فاتحين من شويه. ثواني. لا اصل هي شرط الشراء جاي النهارده. هو بكام دلوقتي؟ ب 75. انت عندك الدعم التقيل ده كام؟ 71. 4 جنيه
يعني بتتكلم في حوالي 4 و5% تقريبا. لا مش عالي ولا حاجه. لا مش عالي خالص، لا معقول جدا طبعا. طيب عايزين نبص على تبيعها ليه طيب؟ يا راجل يا راجل يا مفتري، السهم النهارده كسر المقاومه بقله ادب. ده مش شمعه، هشوف لك السويدي حاضر. دي مش شمعه، ده عمود نور. ده عمود نور مش شمعه. وعمود نور على طريق سريع. ده عم طلعت مصطفى 71 تقريبا. لا طبعا ما يتباعش. بص نبص على الفوليوم بس عشان يبقى كلامنا مظبوط. ده منظر الار اس اي ده، يا لهوي. ده بقى من فوق ال70 باللفه دي يا عيني، وطالع كسر النهارده فوليوم حلو جدا. بص شبكتين النزول وشوتنج ستار فليرت، يعني دي اصل. يا لهوي، تبيع مين يا عم؟ الاستاذ بتاع القلعه ده. انا لو انت لو بعت هخصمك، والله العظيم ازعل منك ومش هقعدك معانا على قهوه تاني. تبيع ايه يا عم؟ يا نهار اسود، استغفر الله العظيم. يعني بص يا عم، بص دي، بص شوتنج ستار دي باظت، كسرت فوقها. نموذج سلبي فالير او نموذج سلبي باظ، بتبقى الطلعه اللي بعديه جباره جباره. اوعى تبيع. دي القلعه، دي القلعه، اوعى تبيع. ده ايه ده؟ والفوليوم حلو، ما هوش عالي قوي بس فوليوم حلو مش وحش، اعلى من يومين النزول. وكسر شوتنج ستار باظت، نموذج بياع باظ. ده حلو. ودي اصلا هنا بريك اواي جاب كسر بيها الاتجاه العرضي اهو. يا عم ده الدنيا جميله. طب ما تحط نص الفلوس هنا ونص الفلوس هنا يا جماعه. انتوا شكلكم ما بتتفرجوش على الفيديوهات بقى وكده، بقى في خناقه. انتوا ما بتتفرجوش على الحاجات اللي على اليوتيوب. يعني اتفرجوا على الحلقه بتاعه اداره المخاطر. ما ينفعش تحط فلوسك في حاجه واحده، لا. ما ينفعش تحط فلوسك في سهم واحد ولا في اصل واحد. انت ما ينفعش تحط فلوسك كلها في الاسهم، فانت تحطها في الاسهم وتحطها كلها في سهم واحد، حرام. اما باجي اشتري، يعني لو انا راجل بلعب بالنار وعامل محفظتي كلها في الاسهم ومخاطر ومش مقطع البطاقه بقى، ده انت ما طلعتش بطاقه اساسا. طب استاذنكم يا جماعه، لان والله العظيم انا لسه عيان من امبارح. الاسهم لانها نهب بيه نشتري، اشتري في كذا سهم يا عم، ما تشتريش فلوسك في سهم واحد. ما تحطش فلوسك في سهم واحد. السوق المصري جينا النهارده قلنا ان قبل كده قلنا ان في تصحيح وكنت سلبي على السوق. النهارده السوق غير الوضع وشكله بقى كويس وهيبتدي يطلع، وفي اسهم كسره مقاومات وبتزغرط بتقول لك اشتريني. اقف اتفرج عليها ولا هتعامل معاها وابتدي اشتري؟ ما السوق زي الفل اهو وبيقول لك تعالى اشتري، ما تخش تشتري. نبص على ايجال والسويد، الالمونيا والسويد. وهستاذنكم بعد كده والله العظيم لان دور البرد لسه تعبني وايه، وابعتوا لي والله العظيم هاجي الصبح قبل اي حاجه هرد على كل الاسئله.
الالمونيا هي الالمونيا بس معاك ولا لسه هتخش؟ يا عم حطوا حبه في القلعه وحبه في طلعت مصطفى وممكن التجاري الدولي. الاسهم كلها شكلها كويس، اسهم فعلا شكلها كويس، بس الالومنيوم بص هقول لك شكله مش وحش، بس مش في قوه القلعه وطلعت مصطفى الالومنيوم. فلو معاك ما تبيعش، لكن لو مش معاك، لو لسه هتشتري في حاجات تانية احسن. اشتريت فعلا خلاص استنى معاه بقى. بس هو مثلا القلعه واسمه ايه التاني اللي فتحناه طلعت مصطفى شكلهم احسن. نبص السويدي، لا السويدي لسه مش مدي اي اماره حلوه اساسا. لا بصوا المنظر، يعني انا مش هحكم، انا انتوا هتقولوا ده شكل السويدي. طب التوفيق والحاجات دي والله حتى لسه مش عارف رفوزها، فهبتدي ادور عليها. قناه اليوتيوب يا جماعه اسمها قهوه بلدنا، نفس اللوجو ده بالظبط. خش على اليوتيوب هوريها لكم دلوقتي. طب والنبي يا جماعه الله يكرمكم ابعتوا لي فعلا على الاسهم. حاضر جهينه، ابعتوا لي الاسهم بس الثانيه دي، والله العظيم بكره قبل الساعه 12 كلكم هتلاقوا ردود عليها. والله بكره قبل الساعه 12 هتلاقوا ردود على كل الاسئله. ابعتوا لي بس على الرسائل بتاع الصفحه. اخر واحد اهو جوفو، هوريكم القناه بتاع اليوتيوب، لان والله العظيم هتعلموا منها كويس قوي. لا ده لسه مزعل ولسه ما فيهوش حاجه. يعني بص هو النهارده عامل شمعه كده انسايد داي اللي هو اتكلمنا عليها، اللي هو الحرامي. كنا النموذج ده واخدينه في الشموع اليابانيه اسمه حرامي او انسايد داي، وما فيهوش اي يعني، لا لسه ما قالش يلا بينا. لسه ما قالش يلا بينا. جهينه لسه ما ابتداش، لسه ما قالش حاجه خالص. لا الاسهم كده كترت والنبي بعتوا لي والله العظيم عيان، والله يا ابو قير واسك والحاجات دي كله. والله العظيم بكره قبل الساعه 12 الظهر هتلاقوا ردود على كل الرسائل دي، ده وعد والله ما هخلفه. ابعتوا لي الاسامي كلها بكره قبل 12 الظهر هتلاقوا ردود على كل الكلام ده. ادي البتاع. خش على اليوتيوب اهو، هتفتح اليوتيوب تمام، هتكتب في السيرش كده هنا قهوه، ده ما بيكتبش انجليزي ماشي جابها، لا دي قهوه المحطه ثواني، قهوه بلدنا. هتكتب قهوه بلدنا هتطلع لك القناه اهي، نفس اللوجو نفس الاسم قهوه بلدنا. تدوس عليها تخش هتلاقي الحلقات اهي. هتخش على البلاي ليست كمان اهي اللي هي قوائم العرض بالعربي. ادي اللايفات بتاع التيك توك متسجله من اول ما ابتدينا، وادي السلسله التعليميه هنا. هتلاقي ادي واحد الحلقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه، ودي التاسعه اللي نزلت النهارده. فيهم كل ما تشتهي الانفس. لو ابتديت معاها والله لو خلصت معانا لا تبقى محترف. هستأذنكم بس والله الاسهم دي ابعتوا لي عليها، لان والله العظيم انا لسه تعبان. لا والله انا اللي عامله. هو انا مشكلتي في الوقت ليه؟ ما هو الحلقات انا اللي بعملها وبصورها ومنتجها واللوجوهات والكفرات، فانا بعمل كله، فاجيب وقت منين؟ وكل ده مع شغلي. لا مين اللي قال ان الصين ما عندهاش فضه؟ بس هو الفضه ما بتعتبرش احتياطي للبنوك المركزيه. البنوك المركزيه بتعتمد الذهب للاحتياطي مش الفضه. منوره بيكم يا جماعه وربنا يجازينا جميعا خير. انا بس لانه والله العظيم لسه عشان اي تي ال سي عشان انا اشتري في السهم ده، عايز اخد رايك في اسمه اي تي ال سي. المشكله انا قلبي اللي اديني في داهيه ده. ايه الاسم اللي انا كتبته ده؟ اي تي ال سي. لا ده لا لو هتخش لسه لا. اسمه
ده اتلانتيكوس هولدنج كوربوريشن، لا ده سهم في امريكا، سوري مش هو ده. اي تي ال سي ده سهم تاني. ده التوفيق اهو ماشي. ما فيش فيه حاجه خالص يا جماعه، السهم معرض اهو، ما هشتري ليه؟ حتى لو جيت على الخط بتاع ال 50 هنا حطيته في الار اس اي اهو، بص ولا حاجه خالص. بص طالع نازل وشغال تحت، لا ده 55 دي ثواني. مفيش اي حاجه يعني، ولا بيع ولا شراء. سهم التوفيق حاليا ولا بيع ولا شراء، فرجه. كسر تحت ايقاف خسائر، اللو ده اللي هو 93 ايقاف خسائر، يطلع فوق بقى هيبقى شراء لو كسر فوق، بس هو لسه بعيد عنها قوي، او يدينا عماره. لكن هو حاليا ولا اقدر اقول لك بيع ولا اقدر اقول لك اشتري. يعني لو انت معاك هتستنى تتفرج، لو انت بقى جوه هتستنى تتفرج، لو انت عايز تخش اقول لك لا ما تخشش، السوق مليان فرص تانية شغاله كويس. والله العظيم الذهب قلنا شراء، وحق كتاب الله الذهب بقالنا فتره كبيره بنقول شراء. والله العظيم بقالنا كتيره بنقول شراء. استاذ ابعتوا لي والله الرواد للسياحه والاسهم كلها، والله العظيم هرد عليكم بكره قبل الساعه 12، هتلاقوا ردود من الجميع، هتلاقوا ردود على كل الاسهم. ردوا عارفوا، والله رواد للسياحه ردوا عارفوا. ما انا هرد عليك في اسك حتى، ما هو كله عايز يطمن يا جماعه. اسك كسر ال 45 ايقاف خسائر وشكله وحش قوي بصراحه يعني، فاستنى اما يروح عندها ونشوف بقى، هو اصلا جنبها خلاص، هو واقف عندها يعني، فلازم نشوف هيعمل معايا. هو 45 ونص ايقاف خسائره 45. يا عم فيزيكال يا استاذ، يا استاذه شمس، اشتري فيزيكال، اشتري في صناديق استثمار، اشتري على الميتا تريدر، اشتريه باي وضع، هاتي اي ذهب، اطلعي على منجم السكري هاتي شويه، اعمل ايه تاني؟ لا 3945 دي احلام يقظه، ده لو نزل تاني عند 4050 يبقى اتدحضر يعني. طيب بقى انتوا عمالين تجرجروني، ادي القلعه اهو، هو ما فتحش ليه؟ سي كاب ما بيفتحش ليه اهو؟ ايوه هو دلوقتي انت تعال ناخد نقطه، المقاومات الحديثه اهم ولا القديمه؟ دي مقاومه حضرتك بتكلميني فيها في شهر 4/24، يعني بقى لها سنه و8 9 شهور، فطبعا كل ما الحاجه ادمت قوي كده اهميتها بتقل. لكن انا النهارده عندي كاسر المقاومات الحديثه اللي هي دي، ما هو لازم برضو انا بعلمكم يا جماعه ما نحفظش، لازم كده ايه نشغل الجمجمه ونقعد نتكلم مع التشارت مع بعض. تعال بص ادي مقاومه اهي، شوتنج ستار اهي باظت، وزي ما قلت لكم النهارده ودي كانت معلومه جديده، لما يحصل ان نموذج سلبي يفشل رد الفعل عكسه بيبقى جامد جدا، وده واضح من عمود الكهرباء بتاع النهارده. وادي نفس المقاومه اهي، خد الاتنين في يوم واحد بعمود واحد بفوليوم حلو جدا. الرده بتاع الار اس اي دي بقى ده مش رد فوق ال50، ده فوق ال70، ده بيلعب جوه منطقه ال18 بتاعه البياع. طب ايه تاني؟ ده افتراء.
انت لو اشتريت القلعه بكره هيبقى واقف الخسائر بتاعك هنا بعيد شويه، ولكن للاسف هو مفيش غيره. اللو ده بتاع اليوم ده اللي هو كام بقى؟ 3.19. هو بقى بكام؟ فيها نص جنيه كتير بصراحه، ولكن خد بالك من حاجه. انا بقى عشان اشوف هعمل ايه، نعمل بقى حركه. انت عايز تشتري بكره، ننزل نبص كده على الربع ساعه. انا هنا مش عشان بتكلم، ده كان مصفر النهارده ده. ما احنا عايزين نشتري، ننزل على فريمات صغيره ونبتدي ندور نشوف ايه اللي هيحصل. تعال نحط بولينجر كده. طب ما فيهوش ده، مش عايز ينزل. بس يا باشا البتاع ده ممكن يجي لك بكره عند ال 3 ونص، 3 54، 3 55 احتمال. انا بحاول اضرب ارقام كده يمكن تحصل. ما حدش يقول لي انت قلت لي انا بقول ايه، بنحاول كده نشوف ايه اللي هيحصل. يعني يمكن يريح بكره قرب ال 3 ونص، تبقى فرصه حلوه قوي ان انت تعرف تخش بسعر كويس. ما هو الموفنج افريج 20 اهو، ما هو البولينجر فيه موفنج افريج 20 اهو. ما انا بقول بس ده هيطلع شويه مع النازله، ينزل له هنا كده عند ال 3 ونص، 3 53 54 في الحته دي، تبقى فرصه كويسه. لكن هو للاسف ما عندوش حاجه تانية تتعمل. يعني هو في حاجه كمان تانية انا ببص عليها كاليوت، يعني ان هو عدد 5 لفوق، فيمكن ينزل يصحح شويه يجيب لي عند قاع 4 برضه قرب ال 3 ونص. في شويه حاجات كده بتقول ايه، احتمال يعني يروح لل 3 ونص. لو راح هتبقى فرصه حلوه قوي للدخول. ده القلعه. دي دعم بس خد بالك الدعم في الاخر، لو تفتكر لما كنا بنشرح الدعوم والمقاومات. تعالى نجيب القلم معانا تاني. الدعم ده هو قمه اتقلبت مقاومه لما كسرتها. يعني ده اساسا ايه؟ منطقه تمركز بياع. لكن فين المنطقه اللي المشتري دخل عندها وخد السعر وطلع؟ هي دي. نشيل البولينجر طب معلش عشان نعرف نشوف كويس. المنطقه دي بقى ده بيت المشتري، اللي هو الاسعار لما راحت له لقت مشتري جامد خد الاسعار وعداها. فده قوي، دعم قوي بجد. ده انا بعتبره ايه، دعم على ما تفرج. يعني هو كان بياع، المشتري دخل عليه بلودر، دخله مكانه وكمل ومشي، فهو كان بياع اتفرم. لكن ده هنا في مشتري قاعد ومدكن وراكن فلوس تحت البلاطه، ساعه ما السعر جه خد وطلع. فده مهم جدا. طب والنبي بقى يا جماعه اخر حاجه، لان والله العظيم وحياه ربنا جسمي كله مكسر من البرد. فنج ما ده واقف على مقاومه يا استاذ ال سي، ده واقف على مقاومه رسمي. لو كسر المقاومه دي بكره اشتري اكيد. يعني هو واقف على المقاومه، فاكيد مش هخش اشتري على المقاومه. ما هو الفوليوم بيقل بس انا لسه جوه السايد واي. استاذ اي ام جد، هو الفوليوم بيقل انا معاك، بس انا لسه جوه السايد واي. هيهمني بقى لو جه اما يجي يكسر دي، اما يجي يكسر الدنيا دي بقى، لو طلع بكره كسر
ايه اللي انا عملته ده؟ لو جه بكره كسر كده، دي اللي عايز معاها فوليوم حلو بقى. فالمهم في الكسره، لكن جوه السايد واي هنا ماشي طبيعي الفوليوم يقل مش مشكله، هنعديها. ولو ان هو كان المفروض والاصح والاحسن ان الاربع شمعات الطلوع دول، الاربع شمعات ايه الشخبطه دي؟ ثواني نشيلها. وانت كلامك صح برضه، الفتره بتاع الطلوع دي كان المفروض الفوليوم ده يكون بيزيد مش بيقل. ده كلامك صح 100%. ولكن يعني انا مستني اشوف الكسره، لو كسر بفوليوم حلو خش، غير كده لا. طب يا استاذه ايمان، والنبي ابعتي لي بقى السهم، انت واخده النهارده حقك وزياده. ابعتوا لي بس الاسهم دي، والله بكره قبل الساعه 12 هكون رادد عليها كله. حاضر يا استاذ يوزر، والله ما هزعلك، واخد لك روت اهو. اخر واحد يا جماعه، اخر واحد والنبي، والله العظيم جسمي كله مكسر من البرد. ما فيش فيه اي حاجه لسه، لا ده مش هو الرواد للسياحه اهو، ما فيش فيه اي حاجه لسه. يعني ده بقى هنا عندك الحته دي لبش. هو لو معاك ما تبيعش، استنى لما يطلع قرب ال 34. لكن لو عايز تخش لا. الار اس اي بيبقى عليه خط ال 70 وال 30، انا بحط واحد عند ال 50 وما بشتغلش على ال 30 وال 70 اصلا. معاك استنى نشوفه هيعمل ايه مع ال 34. لكن لو هتخش في حاجات تانية سكتها سالكه. لكن استنى ما تبيعش، نشوف هيعمل ايه مع ال 34. طيب والنبي بقى يا جماعه والله العظيم ايه، بكره قبل الساعه 12 هرد على كل الاسهم، ونلتقي غدا باذن الله والنبي. انت حاج دكتور ولا صيدلي؟ يا جماعه بقول ان هو لما يبقى فيه 4 شمعات، السوق نزل كده، اسئله العلم ما بعرفش اسكت فيها. ادي السوق نزل اهو، تمام. وبعدين جه راح عامل 4 شمعات جنب بعض كده، راح جاي في يوم واكل ال4 دول وكاسر فوقهم وقافل فوقهم. بتبقى اشاره حلوه للشراء لما تكون معاها فوليوم كويس. يعني يبقى عندي 4 شمعات جنب بعض كده تعريض، لا طبعا ما تبيعيش، ده احنا بنقول اشتروا. الاسعار نزلت، عرضت 4 ايام، طبعا لو ال4 ايام دول زادوا بتبقى اقوى، بس ما لا يقل عن 4. يعني الفكره ان البياع قعد يعافر بعد ما نزل هنا، قعد يعافر على الاقل 4 شمعات. كل ما زاد كل ما كان احسن. ليه؟ معناها ان انت عمال تمتص البياع وتفضيه، وبعدين تروح واكل الشمعات دي لفوق بفوليوم كويس. معناها ان انت المشتري بقى جامد. وانا زعلان منكم ومخاصمكم كلكم لسبب بقى. فاكرين الانجلفنج بول، الشمعة الابتلاعية؟ مش كان بيحصل بتيجي شمعة وتاني يوم تيجي شمعة اكبر منها تبلعها بفوليوم عالي؟ الله ينور عليكم. طب لما تبلع شمعة وكنا واخدينها نموذج، ما بالك بقى لما تبلع 4؟ ده الفك المفترس، ده بقى الفك المفترس. محدش ربط، محدش بيربط. هجيب لكم انا الحبال وربطوا الحاجه ببعضها. تمام. ماشي. عشان كده بقول لكم كل ما زادت بقى بقت اقوى. هي نفس الفكره بتاع الانجلفنج بول بتاعت اليابانيين، بس الفكره بقى انها بتبلع بياع اكتر، ظهر على فتره زمنيه اكتر. بس كده الموضوع سهل خالص.
بص يا حبيبي، لو دخلت على اليوتيوب والله هتلاقينا شارحين نماذج الشموع، خش بص عليها. موجود اللايفات اللي شرحنا فيها نماذج الشموع اليابانية، موجودة حاليا على قناة اليوتيوب في البلاي ليست او قائمة العرض بتاعة لايفات التيك توك. هتلاقي شارحين فيها الشموع اليابانية، وان شاء الله هتعجبك بإذن الله. ماشي بقى، والنبي تعتقوني لوجه الله النهاردة، وبكرة ان شاء الله مع بعضينا. يلا تصبحوا على خير بقى، والنبي تصبحوا على خير. والله العظيم وحياة ربنا ظهري وجسمي كله بيوجعني. يلا تصبحوا على خير يا جماعة، وانتم من اهله جميعا. يلا السلام عليكم.